صباح 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 انا بيكم حاجه عايز اقطع النهارده حلقه. صباحو تحدي خلصت خلاص، وده كان بعد ما عمرو نصوحي نزل الحلقه الاخيره يوم الجمعه اللي فاتت، وكان قبلها بكام يوم قال ان دي هتبقى الحلقه الاخيره في السلسله. شكرا يا جماعه على هذه المتابعه لكل هذه السنين. ونزل صباح وتحدي نقول لكم للمره الاخيره سلام. والغريب ان ده حصل فجأة ومحدش كان متوقع، خصوصا ان دي انجح سلسلة تحديات كورة عربي موجودة على اليوتيوب. فنصوحي بطل السلسلة وهي في ذروة نجاحها، حاجة كده عاملة زي اعتزال زيدان في عزه. حتى نصوحي طلع في اخر الحلقة وقال كده بنفسه، ومن بعديها الانترنت اتقلب بفيديوهات وبوستات وميمز كلها بتنعي او بتودع البرنامج، وكان حتى في منهم ممثلين. بس ليه دايما بتحصل حاله الزعل القوي قوي ده لما برنامج او مسلسل بنحبه يخلص، وبنحس انه كان في حاله تعلق قويه قوي ما بيننا وما بين الشخصيات اللي في الشاشه؟ في دراسه اتعملت على 1300 استرالي من متابعين مسلسل يونيفرس، وده مسلسل استرالي بدا سنه 85 ولسه خلصان السنه دي باكتر من 41 موسم واكتر من 150 حلقه. وكانوا بيتكلموا معاهم عن مدى زعلهم بانتهاء المسلسل، ولقوا ان الموضوع ممكن يكون مشابه لخساره حد في الحياه الحقيقيه، غير ان التعاطف مع شخصيات المسلسل ممكن يغير من طريقه تفكير او مشاعر الناس. دراسات كتير لقت ان لما الناس يندمجوا مع القصه ويتعاطفوا مع الشخصيات، ده بيأثر عليهم وبيخليهم يقتنعوا بتصرفاتهم في المسلسل مهما كان، وبيغير نظرتهم اتجاه الفئات اللي كانت موجوده في القصه، وكمان ممكن يخليهم يتصرفوا بتعاطف او يساعدوا الناس دي لو قابلوا ناس شبههم في الحقيقه. وطبعا احنا هنا في مصر عندنا امثله كتير قوي للمسلسلات بعد ما خلصت الناس زعلت قوي. انا اضحي بحياتي واسيب حياتي عشان خاطر تضيع، وبتفضل تتعاد كتير لحد دلوقتي لانها بتوحش الناس، زي اللي انا اعيش في جلباب ابي ورأفت الهجان وليالي الحلميه وغيرهم كتير. وما تنسوش تبقوا تقولوا لنا في الكومنتس ايه اكتر حاجه هتفتقدوها من صباح وتحدي.